السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الكلام نسمي بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض بسكوت بالكاكاو وبالبن. إن شاء الله هتجربوه وإن شاء الله يعجبكم وإن شاء الله طريقته تكون سهلة عليكم وبسيطة. هقول لكم على المكونات اللي معايا نص كوباية من الزيت ونص كوباية من السمنة. السمنة ما تكونش سايحة، تكون جامدة كده. ومعايا معلقتين من البن ده ممكن تستبدليه بمعلقتين من النسكافيه. ومعايا معلقتين ونص كاكاو خام اللي هو من غير سكر خالص. ومعايا نص كوبايه من السكر البودره، لازم يكون السكر يا جماعه بودره. ومعايا كيس فانيليا، ومعايا معلقه من النشا، ومعايا بيضايه واحده، ومعايا معلقه ميه سخنه، ومعايا كوبايتين ونص من الدقيق. هنبدا وهنشوف اول حاجه هنعملها هي ايه. اول حاجه هنعملها بسم الله هننزل بالزيت، وبعدين هننزل بالسمنه، وبعدين هننزل بالسكر، كده. هنضرب المكونات دي كلها مع بعض، بصوا، من غير خلاط، من غير اي حاجه، من غير حتى مضرب بيض. هضربهم جامد 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 لغايه لما القوام بتاعهم كله يبقى كريمي مع بعضه. هياخدوا منك بالظبط حوالي 8 دقايق. ودلوقتي بعد ما ضربت الزيت والسمنه والسكر مع بعض حلو جدا، هنزل بمعلقه البن اللي انا خدتها، هنزل عليها بمعلقه ميه سخنه، هدوبهم حلو جدا مع بعض. ودلوقتي اهو البن بعد ما ضربته جامد مع الميه، واهو البن بعد ما نزلته على الخليط بتاعي، هنزل بالبيض برضو بتاعي اهو كده، وهضرب المكونات دي كلها حلو جدا مع بعض. ودلوقتي هنزل بباكت واحد من الفانيليا. كل ما بنزل اي مكون جديد على الخليط بتاعي بضربه جامد جدا. ودلوقتي هنزل بالنشا، وبعدين هنزل بالكاكاو، وبعدين هنزل بالدقيق. اي مكونات جافه حاولي ان انت دايما تستخدمي فيها المنخل، يعني ان انت دايما تنخليها، ما تنزلهاش على طول على الخليط بتاعك. وهنزل على الدقيق برشه ملح بسيطه جدا. وكل المكونات اللي معايا دي هقلبها بمعلقه. بصي، ما بتستخدميش ولا ايدك ولا مضرب ولا اي حاجه. وطبعا البسكويت مش بيحتاج عجن خالص، يعني مش بتحتاجي فيه ايدك، هو مجرد ان انت تلميه كله ببعضه. ولو لقيتيه بعد ما يعني الخليط كله دخل في بعضه حسيتي ان هو بيلزق معاكي، مسكتي العجينه لقيتيها بتلزق، هتحطي بس معلقه صغيره من الدقيق وتلمي بيها العجينه تاني من الاول. هقلبه كله وارجع له. ودلوقتي اهو عجينه البسكوت بتاعتي كلها بعد ما قلبتها عجنتها حلو في بعضها. هختبرها معاكم هشوفها، لو بتلزق هحط عليها معلقه دقيق، لو ما لزقتش في ايدي يبقى خلاص هي كده ايه، حلوه. الموضوع ده بيختلف يا جماعه من كل نوع دقيق، يعني كل واحده الدقيق بتاعها بيبقى غير التاني. هي كده جميله جدا. هبدا اوريكم هنشكلها ازاي مع بعض. ودلوقتي عشان خاطر عجينه البسكوت بتاعتنا ما تنشفش، عشان طبعا العجينه دي اول ما الهواء بيجي عليها بتنشف،
فوطه نظيفه جدا، هتبليها ميه وهتغطي بيها البوله اللي انت بتاخدي منها البسكويت، كل ما تعوزي تعريها وتاخدي وترجعي تغطيها تاني. دلوقتي اهي الفوطه مبلوله، هي هتبقى جاهزه كده معايا. هحضرها كده على حرف البوله. دلوقتي هنشكل معانا عجينه البسكويت بمعلقه صغيره او بالمعيار اللي بيبقى معاكي انت وحسب ما انت عايزه. انا هعملها باصغر حاجه في المعيار. بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي بتكوريها كده والصينيه بتاعتك بتكون ناشفه، اي صينيه انت عايزاها، بس هي بتبقى جميله قوي في الصواني الالومنيوم. هجهزها كده، هعملها كلها كور وهرجع لكم، بس هنسيب بين كل واحده وواحده مسافه وهرجع اقول لكم هنعمل فيها ايه. اهي اول صينيه معايا. بصي بايدك بقى كده بالراحه كده، ريحي كده ايه كل كوره. ودلوقتي طبعا احنا عايزين نعمل فيه شكل، مش هنسيبه كده، بمعلقه صغيره كده. وهنشغل الفرن على درجة حرارة 180، وهحطه على الشبكة في النص. هيقعد بالظبط حوالي ربع ساعة، مش هيقعد أكتر من كده، لأن أنا عاملاه صغير مش عاملاه كبير. لو كانت البسكوتة حجمها أكبر من كده كان ممكن يقعد معاكي إيه، هيعدي تلت ساعة. وهو يا جماعة البسكوت، وكمان لسه بعمل صينية تالتة، ده كله من الكوبايتين ونص. جربوه إن شاء الله، والله هيعجبكم جدا. أول ما يطلع من الفرن هوريهولكم إن شاء الله. هو البسكوت بعد ما قعد في الفرن بالظبط 15 دقيقة، ما اضطريتش طبعا افتح عليه الشواية، يعني اللهم بارك طلع حلو جدا. ان شاء الله تجربيه وان شاء الله يعجبك، وهتشوفيه قد ايه هو طري مش ناشف خالص. وما تنسيش تدوسي لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.